بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. طبعا أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك. أم أنس بن مالك أم سليم مات زوجها كافرا مالك بن النضر وتزوجها أبو طلحة. يقول أنس: كنت أسقيهم الخمر، والصحابة كانت قد تعلقت قلوبهم بالخمر قبل أن تحرم عليهم التحريم المطلق النهائي. يقول: فبينما هم يشربون إذ أقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صاح بهم وقال: أيها الناس، ألا إني أشهد أن الخمر قد حرمت. ثم تلا عليهم الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول أنس: فوالله ما إن سمعوا فهل أنتم منتهون إن بعض القوم إن شربته في يده فوالله ما رفعها إلى فيه، ووالله ما سألوه فيها، ما قالوا له أنت متأكد الآية أكيد صحيحة؟ طيب نرسل واحد يتأكد لنا من الأمر؟ لا. يقول: قاموا ثم سكبوا الآنية عند أرجلهم وقاموا إلى دينان الخمر الجرار التي فيها الخمر ثم كسروها حتى سالت في الأسواق، ثم أصابوا من طيب أم سليم وذهبوا إلى المسجد وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هذا الاتباع الذي كان عند الصحابة لو أنه يتحقق فينا اليوم لما وجدت كثيرا من الشباب يبتلى إما بمخدرات أو يبتلى بمعاكسة فتيات أو يبتلى بشرب مسكرات أو يبتلى أحيانا بشيء من المعاصي على أي نوع كانت هذه المعاصي. لو كان عندنا مثل هذا التسليم، مثل ما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما قالوا والله نبحث الموضوع نتأكد يمكن في فتوى نتصل على المفتي الفلاني، لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني غيرهم ليسوا من المفلحين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فمن كان يريد فعلا أن يكون من الفائزين فليتبع مثل هذا السبيل. أذكر قبل 3 أيام أو 4 أحد القضاة كان يحكي قصة لشاب. هذا الشاب كان متعاطيا المخدرات، يسر الله وقبض عليه، ثم رفع إلى المحكمة ثم إلى السجن، ثم جيء به إلى القاضي مسلسلا لأجل أن يصدق اعترافه شرعا ويحكم عليه بالحكم النهائي. يقول القاضي: يقول: قبل أن يصل إلي الشاب إلى مكتبي أقبلت عجوز وأخذت تصرخ بالحراس الذين عند باب المكتب تريد أن تدخل علي. بعد صراخها وكثرة عويلها أدخلها علي. أول ما أقبلت إلي قالت: يا شيخ، أنت سيأتيك بعد قليل الشاب فلان بن فلان الفلاني. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أريدك أن تحكم فيه بأن يقطع رأسه، أن يقتل. قلت: لماذا؟ ظننت أنه قد سرق منها مالا أو أنه اغتصب ابنتها أو أنه أوقع ولدها في المخدرات. قلت لها: لماذا؟ من أنت؟ قالت: أنا أمه ووالله إني حامل منه سفاح. لذلك أنا أقول أيها الإخوة والأخوات، يعني ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا جدا في مثل هالأمور، وأن يعلم أن هذه الدنيا إنما هي ممر وأنك ستقف بين يدي الله. لا أريد منك فقط أن تكون أنت تبتعد عن المخدرات أو المسكرات أو عن أنواع الفواحش والمنكرات، لا، الذي نؤمله فيك ونهيئ نفسك إليه شيء أعظم من هذا. لا يكفيني فقط أنك تتوب، لا، أنا أريدك أن تصبح داعية لمن كان على مثل هذه المعاصي. يعني مثلا شخص واقع في المخدرات، ما أريدك إذا رأيت تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. نحن نريد منك غاية أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى الذين يعبدون الأصنام ويقعون في الفواحش ما كان يقول والله أنا ما عندي مثل هالأمور إذا أنا سليم ومعافى من مثل ذلك، لا، كانت غايته أعظم من هذا. كان يحرص بأن يأتي إليهم ثم ينصحهم ويذكرهم. لذلك أمر الله تعالى بإنكار المنكرات، أمر بإقامة الجهاد في سبيل الله لإنكار أكبر منكر وهو الشرك والكفر، أمر الله تعالى بالمناصحة بين المؤمنين، بل رتب النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من رأى منكرا ولم ينكره، فقال فيما رواه أبو داود: إن الله تعالى ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول: يا عبدي، ما منعك إذ رأيت منكر كذا وكذا أن تنكر؟ ليش رأيت هذا متعاطي ولا أنكرت عليه؟ ليش رأيت هذا مثلا يفحط بسيارته لأجل أمور أخرى يريدها بعد هذا التفحيط ولا أنكرت عليه؟ ليش رأيت هذا يغازل الفتيات ولا أنكرت؟ لماذا رأيت هذا مثلا تاركا للصلاة ولا أنكرت عليه؟ فيقول هذا العبد: يا ربي، منعني من الإنكار خشية الناس، إحراج يا ربي، انحرجت خشية الناس. فيقول الله تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى. ثم يأمر الله تعالى بعذابه.